إن منظمات المجتمع المدني والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كينونتها وترابطها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة، وكوننا جزء من هذه المنظمات المدنية، وبعد وقوفنا على التهديدات الخطيرة للحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدولي وتكفلها المواثيق والصكوك الدولية المصادق عليها، والاعتداءات المتواصلة من قبل الحكومة التركية على المواطنين، والتي لا توفر جهدا في اختلاق الحجج والذرائع من أجل شرعنة اعتداءاتها على مناطقنا. لقد قامت دولة الاحتلال التركي بقصف المناطق الآمنة بالطائرات الحربية والمسيرة، وكان هذا القصف على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، ونحن المثقفين في منبج وريفها ندين العدوان الهمجي التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ونناشد الدول الضامنة والتحالف الدولي والحكومة السورية القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين، كون مناطقنا آمنة وخالية من الحروب. وهذا الاعتداء الهمجي سينعكس سلبا على حالة الاستقرار والأمان الموجود في مناطقنا، وسيضر بالسكان المدنيين، حيث سيؤثر بشكل مباشر على التعليم والتجارة وكافة القطاعات الخدمية للمجتمع. وإننا لا نريد نزوحا جديدا من مناطقنا، كوننا نعيش حالة استقرار وأمان منذ عدة سنوات. كما نؤكد دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية التي لم توفر جهدا في حماية المدنيين وتوفير الأمن والاستقرار لهم. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. اتحاد المثقفين في منبج وريفها، 24/11/2022.